وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سيأتي زمان يسأله فيه بالقرآن فإن سألوك فلا تعطوهم. يجي زمان مش موجود ذاك الزمان، زمان الصحابة والتابعين، ولكن يجي زمان الناس يتخذوا القرآن وسيلة المعيشة. إذا طلبوا منكم عندك فلا تعطوهم. فالذي يعطي بايع القرآن يأثم كما يأثم هو، يشترك معه في الإثم أو يشجعوها على المعصية الكبيرة وعلى إهانة القرآن. قال: فإن سألوك فلا تعطوهم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فسألته وقلت: يا رسول الله، رجل ممن علمتهم القرآن أهدى إلي قوسا، فقلت: ليس بمال، لا دراهم، لا طعام، لا ثياب، هذه للجهاد فقط، وأنا أرمي عنها في سبيل الله وجاهد بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببت أن تطوق طوقا من النار فاقبلها. إذا بغيت الله يطوق فرق الطوق من جهنم يقبلها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به ما عند الله قبل أن يأتي قوم يتعجلونه يبتغون به ما عند الناس. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود.